شايفين رعد يا ولاد؟ نايم ايه؟ نايم في 7 نومة. فطر مرتين. احمد فطره الصبح بتونة، وبعد كده بعد على الظهر كده انا اكلته، قبل الظهر كمان اكلته فراخ مشوية. اه والله. آه. بعد كده بقى ايه كل بعد الظهر بشوية كده اكلته علبة زبادي. مش كلها يعني، هو كان 3/4 كده، ربعها سابه ونام من ساعتها يعني. دلوقتي الساعة داخلة على 2 وشوية، أو الساعة 2 وهو نايم. شايفين من الساعة 12 تقريبا. بصوا نايم منشكح ازاي. ده من كتر الأكل ولا ايه يا جماعة الخير؟ حد يقول لي يعني ده من ايه؟ يعني أنا غسلت، قربت أخلص غسيل وهو نايم. أعمل فيه ايه ده بقى؟ خم النوم ده والله من بقاله يجي ساعتين وشوية نايم. لا ونايم ايه زي القتيل. مش حاسس بحاجة خالص، كأنه بيحلم. سبحان الله، يا سبحان الله يا رب. وما يحللوش النوم بقى غير في الحتة دي، يعني جنب الركنة كده، يعني اللي ما ياخدش باله منه وهو داخل يدوس عليه. والله انا ببقى عمالة اخد بالي كده، عارفة ان هو يا اما بينام جنب الركنة هنا، يا اما بينام في الجزء التاني ده، يا اما بينام عند العتب بتاع البيبان. مش عارفه ليه. يا اما ورا الباب بتاع الاوضه بتاعتي، يعني حاجه من الثلاثه دول. فانا ببقى واخده بالي قوي لما اكون طالعه من المطبخ ولا حاجه. عارفه ان هو ممكن قبل ما اخش الاوضه ببقى باصه قدامي، يعني عشان النور بيبقى مطفي، فبص قدامي وادور عليه كده لحسن ادوس عليه ولا حاجه. مم. يا سلام يا سلام يا رعد، يا عم رعد. نفسي انام النومه دي يا جماعه الخير، والله العظيم نفسي انام كده. نفسي انام وحد يخبط ويرزع حواليا ومصحاش. انتوا عارفين انا لو دبانه زنت جنبيا وانا نايمه ولا ناموسه بصحى، يعني ما اعرفش انا ايه الحكايه دي. والله ببقى نفسي اروح في النوم، وابقى اروح في نوم عميق كده. يعني كلنا طبعا بعد رمضان، آه يعني ولا انا بس يا جماعه الخير اللي بيحصل لي كده؟ يعني انا بعد رمضان حاسه اني متدمره، مش عارفه اظبط نومي خالص. نفسي انام، حاسه ان اليوم كله عايزه انام، واجي انام ما اقدرش انام. مش مظبطه كده. مش هروح في النوم بقى ايه يعني، اروح في نوم عميق زي رعد كده، لا. ده لو الدنيا اتهدت من حواليه مش ممكن يصحى دلوقتي، الا بقى لما هو يقرر يصحى. خدني جنبك يا رعد، خدني جنبك يا عم. لا بس زي البني ادمين نايم فتح عينيه. سبحان الله، سبحان الله يا ربي، سبحانك يا رب. والله يا رعد انت حاجة غريبة جدا. يعني انا امبارح قلت لهم انا هخش انام شوية 10 دقايق ولا ربع ساعة وصحوني. اقسمت بالله ما كملت 3 دقايق وقمت. معرفش ايه اللي بيحصل لي بعد رمضان. هو عامة انا بيحصل لي كده كل سنة، يعني بعد رمضان بحس ان بما ان احنا في رمضان يعني ما بنبقاش ايه، محدش بينام، يعني يعتبر نومنا متقطع. ممكن ننام شوية قبل الفجر ونصحى في الفجر، وممكن ما نكملش النوم لغاية الصبح، او ننام شوية ونصحى بدري وتبقي واقفة. وبعد كده بعد العشاء ممكن تنام شوية بعد صلاة التراويح ممكن. يعني النوم مش مستقر، يعني نوم مش مظبط. ده اكيد يعني ده السبب. عشان كده الجسم ما بيبقاش لسه اتعود على نظام معين، يعني بيبقى واخد اوردر كده ان هو لسه مش مظبط. بس عشمانين في ربنا ان شاء الله، يعني خلال الاسبوع الجاي كده الواحد يظبط نومه بقى.
بس في العموم يعني انا ما بعرفش انام، انا نومي خفيف جدا في العموم، سواء في رمضان او بعد رمضان او غيره. لو ناموسة عدت من جنبي كده خلاص بصحى. يعني احنا جنبنا في بعدنا كده بشوية كتار، يعني مش بس السكة الحديد بتاع القطر. لو قطر عدى وصفر كده وهو ماشي انا بصحى. لو في عيل بيلعب كرة في الشارع انا بصحى. لو في حد طالع على السلم وبيتكلم بصوت عالي، مع ان الأوضة بين الأوضة وبين الصالة والباب كتير يعني، ومع ذلك لو حد طالع على السلم وبيتكلم بصوت عالي بصحى. خلاص قلقت. الكلام ده من زمان، من وانا قبل ما اتجوز حتى كمان. فمش عارفة ايه الموضوع ده. نفسي انام زي عراض كده، انام بقى ويقعدوا يخبطوا عليا ويرزعوا الباب عليا ويقولوا لي اصحي اصحي، ده احنا ده الدنيا اتهدت حواليك، وانا اقول لهم ايه؟ والله ما حسيت، والله ما سمعت حاجه. وعايزه اقول لكم على حاجه غريبه كمان بتحصل معايا. انا ممكن ابقى نايمه، حتى في الوقت اللي ببقى نايمه فيه ببقى سامعه كل اللي حواليا، ببقى حاسه بيهم وسامعه ايه ده صاحي اهو يا جماعه صاحي. لسه بقى بيبدا ايه يفوق كده. قوم يا عم، قمت نمت كتير قوي كده. ببقى صاحية، ببقى حاسة بكل اللي بيحصل حواليا، يعني سواء بقى العيال بتتكلم مع بعض، بيحكوا مع بعض، ممكن ابقى سامعاهم بس نايمة. يعني نايمة وسامعة كل اللي بيحصل. مش عارفة ايه ده. مين عندكم زي كده؟ اللي زي كده يقول لي في الكومنتات، ولو انكم انتم مقصرين معايا قوي في اللايكات وفي الكومنتات. مش عارفه ايه الحكايه، مش عاجبكم الموضوعات اللي بتكلم فيها، مش عاجبكم رعد نفسه. حط اللايك يا ماما انت وهو وهي، حطوا اللايك مش هتتكهربوا. انا ما كهربتش لسه انا ناويه اكهربه قريب، بس انا لسه مكهربتوش، لسه مقررتش يعني. مكهربتش الزرار بتاع اللايك ده. حط اللايك يا ماما، واكتبي لنا كومنت، وابعتي لنا ورده زي في شباب حلوين كده وبنات وولاد بيبعتوا لنا ورد كده وعلقوا لنا على الفيديو. في ايه هتشلوا يعني لو حطيتوا صباعكم كده، لو بعتوا لي لايك. اله اللي ما يبعت لي لايك يا رب اقول عليكم ايه؟ ما يتلايكش ابدا في حياته، ولا حد يبعت له لايك في حياته، ولا يشوف اللايك بعينه. يا رب